كيقولوا الشهرة تقدر تبدل أي إنسان، ولكن قليل بزاف من الفنانين اللي كيقدروا يحافظوا على هويتهم ويبقوا أوفياء الجذور ديالهم مهما وصلوا من نجاح. واليوم قصتنا ماشي على مغني راي عادي، بل على واحد من الأسماء اللي قدرت تبني مدرسة خاصة بها داخل الراي العروبي، بصوت مختلف وأسلوب خلى آلاف الناس يرددوا الأغاني ديالو في الأعراس والحفلات وحتى خارج حدود بلادو. لكن واش الطريق ديالو كان مفروش بالورود؟ وكيفاش طفل بسيط من دوار هادئ كان كيطبل على برميل قديم قدام دارهم قدر بعد سنوات يولي واحد من أشهر الأصوات في الغرب الجزائري؟ وشكون هو الرجل اللي العالم عرفه باسم الشاب العجال أو كما كيسميوه محبيه شيخ الشيوخ العجال؟ وكيفاش وصل للقمة بأغنية وحدة قلبات مسار حياته من بعد سنوات من نجاح؟ ودخل في جدل كبير بسبب مواقف خارج الفن خلى جزء من الجمهور ديالو يعيد النظر في الصورة اللي كان راسمها عليه. هاد الشي كامل غادي نكتشفه مع بعضنا في هاد الفيديو. السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعينا الأوفياء في قناة قصص مولاة النقاب. نتمنى إن شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير. ودابا نبداو. وبالضبط سنة 1974 شاف كمال عجال حمو النور في دوار ولاد حمو التابع لولاية مستغانم غرب الجزائر، وهي منطقة معروفة بتاريخها الفلاحي وعشق سكانها الفروسية وتمسكهم بالعادات والتقاليد اللي بقات صامدة عبر الأجيال. هاد البيئة ما كانش مجرد مكان عاش فيه، بل كانت المدرسة الأولى اللي صنعت شخصيته. منذ نعومة الأظافر ديالو كان محاط بالأغاني الشعبية والزغاريت وإيقاعات الأعراس وصوت القصبة والبندير اللي كانوا كيزيدوا للمناسبات نكهة خاصة. وهنا بدأ الحب الأول للموسيقى كيتسرب القلب هاد الوليد الصغير. والغريب أن العجال ما كانش عنده آلات موسيقية ولا إمكانيات كبيرة، ولكن كان عنده شيء أهم من ذلك كامل: شغف لا يوصف. كان وهو مازال وليد صغير ما بين 7 و8 سنوات كيجيب برميل قديم قدام الدار وكيبدا يضرب عليه بإيقاع من الصنع ديالو، بينما كيغني بكل ما عنده من إحساس وبلا ما يعرف أن هاد اللحظات البسيطة غادي تكون أول تدريب حقيقي ليه قبل سنوات طويلة من الوقوف فوق المسارح. كل نهار كان كيكبر كانت الموهبة ديالو كتبان كتر. العائلة لاحظت أن الولد عنده علاقة مختلفة مع الموسيقى، ولكن بحال بزاف ديال الأسر كان المستقبل الفني بالنسبة لهم مليء بالمجهول. في النجاح في هذا المجال ما كانش مضمون، والطريق ليه كان مليء بزاف بالعقبات. ومع ذلك ما خلاش التخوف يقتل الحلم ديالو. في بداية التسعينات قرر يدير أول خطوة عملية والتحق بدار الشباب كاستور بمدينة مستغان، وهو المكان اللي كان معروف باحتضان المواهب الشابة. كان الهدف ديالو بسيط: يتعلم العزف على آلة موسيقية، ولكن الحياة كانت مخبية ليه مفاجأة ما كانش متوقعها. وأثناء أول لقاء مع الأستاذ جعبان بن هبة طلب منه يغني قبل ما يختار الآلة اللي غادي يتعلمها. اختار الشاب العجال يغني أغنية الفنان اللي كان معجب به الشاب نصره. وبمجرد ما سالا ابتسم الأستاذ وقال لي كلمات قليلة ولكن كانت كافية باش تغير مسار حياته بالكامل. ما كان حقيقي ماشي مع الآلات وإنما فوق المسرح كمغني. ومن ذاك النهار تبدل كل شيء. بدا يتعلم أصول الغناء وكيفاش يتحكم في صوته ويعبر بالإحساس قبل الكلمات، وفهم أن الفنان الحقيقي ماشي هو اللي عنده صوت جميل، بل اللي يقدر يوصل الإحساس للمستمتع. لكن رغم هذه البداية الواعدة الطريق الشهرة كان مازال طويل. فبينما كان بزاف من الشباب كيبحثوا على الشهرة السريعة، اختار العجال يبني الاسم ديالو بالتدريج من خلال إحياء الأعراس والحفلات المحلية والمناسبات الشعبية. وكان كل عرس كيغني فيه بمثابة درس جديد، وكل تصفيقة من الجمهور كانت كتزيدو ثقة بأن الحلم اللي بدا ببرميل قديم ممكن هاد النهار يتحول لحقيقة. لكن السؤال اللي كان مطروح هو: فوقاش غيجي اليوم اللي غيخرج فيه الشاب العجال من حدود مستغانم ويولي اسم معروف في كل الجزائر؟ داك النهار ما كانش بعيد. من داك النهار اللي سمع فيه الأستاذ شعبان بن هبة صوت كمال ما بقاش كاين رجوع اللور. الحلم اللي كان مجرد هواية عند طفل صغير ولا مشروع حياة. العجال بدا كيقضي ساعات طويلة في دار الشباب كيتعلم كيتدرب وكيسقل صوته، وما كانش كيشوف الفن لأنه وسيلة للشهرة فقط، بل كان كيشوفه رسالة خاصة توصل للناس بإحساس صادق. لكن النجاح ما كانش غادي يجي بسهولة. في ديك الفترة كانت الساحة الفنية الجزائرية عامرة بأسماء كبيرة،
وكل واحد كيتقاتل باش يثبت بلاصتو. وبالنسبة للشاب مازال في بداية الطريق ما كانش كاين حتى ضمان انه غادي ينجح، ومع ذلك ما استسلمش، وبدا كيغني في الاعراس والحفلات العائلية والمناسبات الشعبية، وكان كيعتبر كل حفل مدرسة جديدة. ما كانش كيهمو واش الجمهور كبير ولا صغير، كان الهم الوحيد انه يخرج من كل سهرة هو تعلم حاجة جديدة. ومع مرور السنوات بدا الاسم ديالو كيدور بين الناس، خصوصا في المنطقة الغربية ديال الجزائر. لكن الحاجة اللي كانت غادي تميزو على بزاف ديال الفنانين الاخرين هي القرار اللي خداه في واحد الوقت كان فيه الجميع كيجري ورا الموضة، بينما الراي العصري والايقاعات الالكترونية كيسيطروا على الساحة. اختار العجال يمشي عكس التيار، قال انا غادي نبقى وفي للراي العروبي. قرار ما كان سهل، لان الراي العروبي ما كانش هو اللون الاكثر انتشار، ولكن بالنسبه ليه كان اقرب لقلبه واقرب للجمهور اللي كان كبر وسط الباديه والاعراس الشعبيه. كان كيشوف ان الاغنيه خاصها تكون مفهومه وكلماتها بسيطه وكتحكي قصه كيعيشها بزاف الناس. وكان ديما كيقول ان المستمع ما خصوش يسمع اللحن فقط، خاصو يحس براسو داخل الاغنيه. ومع بدايه الالفيه الجديده حس العجال ان الوقت جا باش يدير خطوه كبر، شد الطريق جهة وهران، المدينة اللي كانت تعتبر العاصمة الفنية للراي، ودخل الاستوديو باش يسجل أول أعماله الاحترافية. وفي ديك السنوات ما كانش اليوتيوب وما كانش تيك توك وما كانش الفنان كيقدر يوصل للناس بضغطة زر. كان النجاح كيتقاس بعدد أشرطة الكاسيت اللي كتباع، وعدد السيارات اللي كتشغل الأغاني ديالو في الطريق، وعدد الأعراس اللي كيطلب فيها الجمهور نفس الأغنية أكثر من مرة. وكان أول احتكاك حقيقي ليه بعالم التسجيلات، تجربة علماتو بزاف وخلاتو يفهم أن الطريق نحو القمة مازال طويل. من بعد خرج أول ألبوم شخصي ديالو بعنوان قولوا لها، واللي كان أول إعلان رسمي أن الشاب العجال دخل لعالم الإنتاج الفني. ورغم أن الألبوم عرف نجاح محترم داخل الغرب الجزائري، إلا أن الشهرة الوطنية اللي كان كيحلم بها مازال ما وصلتش. لكن اللي ما كانش كيعرفو حتى واحد هو أن القدر كان كيوجد ليه مفاجأة عمرها ما كانت داخلة في الحساب. أغنية ما تسجلش داخل استوديو فاخر، ولا تصرف عليها ملايين، ولا حتى كانت مبرمجة باش تكون ضربة الموسم، بل تزاد وسط الفرح داخل عرس بسيط. وهاد الأغنية بالضبط غادي تبدل حياة الشاب العجال من الأول حتى الآخر، وتخلي الاسم ديالو يتردد داخل كل بيت جزائري وحتى خارج حدود الجزائر. شنو هي هاد الأغنية وكيفاش قدرت تقلب مسيرته كاملة؟ كاينين فنانين كيحتاجوا عشرات الألبومات باش يوصلوا للجمهور، وكاينين اخرين كيكتب لهم القدر ان اغنيه وحده تبدل حياتهم كامله. وبالنسبه للشاب العجال هاد اللحظه التاريخيه كانت سنه 2011، بعد قرابه 20 سنه ديال الخدمه والتعب والسفر بين المدن والقرى والغناء في الاعراس والمناسبات. كان الاسم ديالو معروف عند فئه من الجمهور، ولكن مازال ما وصلش للنجوميه اللي كان كيحلم بها. وكانت المفاجأة ماشي داخل استوديو عالمي وماشي في مهرجان ضخم، ولكن داخل عرس بسيط في مدينة سيدي بلعباس. وسط أجواء الفرح غنى العجال أغنية جديدة بكل عفوية، بلا ما يتخيل أن هاد الكلمات غادي تحول بعد أيام إلى حديث الناس كاملين. الأغنية كانت خالتي فاطمة. في الأول كانت مجرد أغنية كيف غيرها، لكن من نهار بدات كتنتشر وقع الشي اللي حتى هو ما كانش متوقعه. الناس بداو كيطلبوها في كل العرس، صحاب السيارات بقاو كيشغلوها في الطريق، والهواتف بدات كتنتقل من واحد لواحد، حتى قبل ما يكون انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل اللي كنعرفوه اليوم. وفي وقت قصير خرجت الأغنية من المستغان ووصلت لكل ولاية في الجزائر. ما وقفتش تما، الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا واسبانيا وبلجيكا والمانيا حتى هي وصلها صدى الأغنية، وولات كتشغل في الأعراس والسهرات وكأنها جزء من التراث الشعبي. وفجأة لقى الشاب العجال راسو كيعيش الحلم اللي كان كيرسمو في خياله منذ الطفولة. صالات الأفراح ولات كطلبو قبل أشهر، المنظمون بداو كيتسابقوا باش يحجزوه، والجمهور ولا حافظ كلمات أغاني عن ظهر قلب. لكن النجاح الحقيقي ما خلاهش ينسى شكون هو، بالعكس زاد تشبت باللون اللي آمن به من البداية. في الوقت اللي بزاف ديال الفنانين بدلوا أسلوبهم باش يسايروا السوق، كان العجال كيزيد يغوص أكثر في الراي العروبي. ومن بعد النجاح الكبير ديال خالتي فاطمة توالت الأعمال اللي عززت مكانته وحقق نجاحات بأغاني أخرى، كما دخل في ديو غنائي ناجح مع الفنان فيصل الصغير، وهو العمل اللي حقق ملايين المشاهدات وزاد وسع دائرة جمهوره داخل الجزائر وخارجها.
ولكن وسط هاد الشهرة كلها كاين سؤال كيطرحوه بزاف ديال الناس: كيفاش كيقضي الشاب العجال حياته؟ واش كيعيش حياة الفنان المليئة بالسهرات والأضواء، ولا مازال محافظ على نفس البساطة اللي تربى عليها وسط دوار ولاد حمو؟ كيقولوا أن الفنان الحقيقي ما كيبانش غير فوق المنصة، بل كيبان كتر ملي كيطفي الأضواء ويرجع يعيش حياته العادية. وبالنسبة للشاب العجال في هذا الجانب بالضبط، اكتشف الجمهور شخصية مختلفة تماما عن الصورة اللي كيشوفها هو كيغني. ورغم الشهرة ورغم كثرة الحفلات والسفر، إلا أن كمال العجال بقى مرتبط ارتباط كبير بعائلته. الناس اللي كيعرفوه عن قرب كيوصفوه بأنه إنسان هادئ قليل الكلام، وكيهرب من الضجيج مباشرة بعد ما كيسالي الخدمة ديالو. ما كانش من النوع اللي كيقلب على السهرات ولا على حياة البذخ اللي كيربطها البعض بالفنانين، بل كان كيلقى الراحة الحقيقية وسط الدار وبين أفراد العائلة. وكانت الزوجة ديالو من أكثر الناس اللي عاشوا معاه تفاصيل الرحلة كاملة. ولكن كيف ما كتطلع الشمس خاص الظل يبان، والنجاح ما كيحمي حتى واحد من الجدل. وبعد سنوات طويلة بنى فيها الشاب العجال الاسم ديالو وسط جمهوره وسط واسع داخل الجزائر وخارجها، جا واحد الموقف اللي قلب الصورة كاملة عند جزء كبير من متابعيه. في وحدة من الحفلات وجه الشاب العجال تحية للجبهة ديال البوزيات، وهو التصرف اللي أثار موجة كبيرة من الانتقادات، خاصة وسط الجمهور المغربي اللي كان حاضر بقوة، سواء داخل الحفل أو عبر آلاف المتتبعين اللي كانوا كيتابعوا أعماله منذ سنوات. بالنسبة لكثير من المغاربة ما كانش الأمر مجرد تحية عابرة، بل اعتبروه موقف سياسي كيمس قضية يعتبرها المغرب قضية وطنية أساسية. ومن هنا تبدلت نظرة ديال شريحة واسعة من الجمهور ديالو. العديد من المتابعين عبروا عن خيبة أملهم، معتبرين أن الفنان اللي نجح بفضل محبة الجمهور من مختلف البلدان كان من الأفضل يحافظ على الفن بعيد عن القضايا السياسية اللي كتقسم الشعوب، خصوصا هو عارف أن عنده قاعدة جماهيرية كبيرة داخل المغرب. وخلال ساعات امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بانتقادات واسعة، ودعا عدد من المتتبعين إلى مقاطعة أعماله، بينما شافوا آخرين أن من حق أي فنان التعبير عن مواقفه الشخصية حتى وإن كانت مثيرة للجدل. وهكذا وجد الشاب العجال نفسه وسط عاصفة إعلامية تحولت فيها الأضواء من أغانيه وأعماله الفنية إلى مواقف سياسية. وهنا كيبقى السؤال مطروح: واش كان كيستحق هذا الموقف أنه يخسر بسبب جزء من الجمهور المغربي اللي رافقوه وشجعوه لسنوات، أم أن التعبير عن القناعات الشخصية مهما كانت تبعاته كيظل حق الفنان؟ مهما كانت الإجابة، فإن هذه الواقعة كتبقى من أكثر المحطات إثارة الجدل في مسيرة الشاب العجال، لأنها بينت أن كلمة واحدة أو موقف واحد كيقدر يغير نظرة جزء كبير من الجمهور الفنان، بناء اسمه على مدى عقود. قصة الشاب العجال ماشي قصة نجاح بسيطة، هي قصة طفل خرج من دوار صغير، ما كان عنده لا استوديو ولا شركات إنتاج كبرى ولا وسائل التواصل الاجتماعي باش يشهر اسمه. كان عنده غير حلم وصوت وإرادة ما عرفتش معنى الاستسلام. إلا وصلتي حتى لهنا فهذا كيخليني نعرف أن الفيديو ديالي عجبك واستفدتي منه. دعمكم كيعني ليا بزاف، داكشي علاش ما تنساش دير لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل فيديو جديد. وكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وشنو هي الأغنية اللي خلات الشاب العجال يرسخ اسمه في الساحة الفنية. وأخيرا لو كانت عندكم فرصة توجهوا رسالة مباشرة للشاب العجال، شنو غادي تقولوا ليه؟ شكرا لكم من القلب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.